السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حلة محشي ورق عنب محترمة كده، وهنعرف سر اللون الفاتح وطعم المزز. والخلطة دي تنفع لكل أنواع المحاشي. حلة على النار وكمية زيت كده كويسة، وهننزل عليهم بقطع من الدهن. واللي بيخاف من الدهن يا جماعة اقروا عنه هتعرفوا الفوائد الصحية بتاعته. وهنشوحهم لحد ما الدهن يبتدي يسيح. هنزل عليهم ببصلتين كبار مفرومين في الكبة، والبصل انا هحطه على مرتين. دول هنشوحهم كده. المحشي دايما يحب البصل يكون كده مقطع مكعبات، كمان افضل، بس احنا بقينا نستسهل يعني. وهسيبهم يصفروا كده لحد بقى محضر الطماطم. دي طماطم اهي مقطعه فيها نص قرن فلفل بيديها ريحه حلوه. وهضربهم في الخلاط. بس الحاجه بقى اللي احنا بنعملها دايما معلقتين البابريكا اللي انتوا اتعودتوا معايا ان احطهم دايما وانا بقلي بعمل التسبيكه لاي حاجه سواء طبيخ او محشي. دول يا جماعه اللي بنستغنى بيهم عن الصلصه، موفرة وبتدي طعم فيه تسكيرة كده وجميل. انا كده بعد ما ضربت الطماطم المحشي يا جماعة ما بتتصفاش. يا سلام بقى لو كمان بشرتيها، هنا بقى ينفع نبشر الطماطم. وهسيبهم بقى يغلوا على النار كده علشان خاطر نحط التوابل بتاعتنا. معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، معلقة كبيرة من الكزبرة، نص معلقة من الكمون، فقط لا غير. هتحطي توابل كتيرة في المحشي هتبوظ المحشي وهتحوله لحاجة تانية. وطبعا هحط الملح بتاعي وهسيبهم يتسبكوا كده مع بعض. بس معلقة سكر دي احنا اتعودنا عليها، معلقة من السكر صغيرة علشان خاطر تعادل لي حموضة الطماطم. ومكعب مرق، وده اختيار يا جماعة. وهنسيبهم بقى يتسبكوا كده. ادي الصلصة بعد ما اتسبكت شايفين لونها احمر وجميلة ازاي، وتنشف يا جماعة، ويا دوبك يكون المواد الدهنية هي اللي على الوش. هنزل عليها بقى بالرز المصري بتاعي المغسول، وهفرفش كده بقى شوية الرز بالصلصة، واضيف لهم تاني نص معلقة من الكزبرة ونص معلقة من الفلفل الاسود وربع معلقة كمون وشوية الصلصة اللي انا شلتهم احتياطي رجعتهم تاني احتاجناهم. وهنقلب الخلطة الحلوة دي كده. وهضيف لهم بصلتين مفرومين في كبة ونص قرن فلفل بيخلي طعمها جميل. وكده انا جمعت بين الطعم الفريش الطازة بتاع البصل والطعم اللي قبل كده بتاع البصل اللي انا كنت مسبكاه. عقبال بقى ما الخلطة ما تبرد عشان اضيف عليها الخضار هسلق بقى ورق العنب. ومية بتغلي على النار، وهنحط معلقة زيت بيخليه يلمع وجميل، وربع معلقة من الكركم. وما تخافوش ما بيأثرش في الطعم، بس بيخلي الورق العنب ما يغمقش لأنه فيه مضادات أكسدة. وطبعا نص ليمونة أعصرها فيه عشان يديلي طعم مزز. وأنزل بقى بورق العنب بتاعي وما سيبوش هش كده يا جماعة، لأ أضغطه بالمعلقة لتحت عشان كله ياخد تسوية واحدة. شايفين لونه جميل ازاي يا جماعة؟ يا دوبك هيغير، مش هياخد 5 دقايق بالظبط. ونروح نشلينه طبعا بمصفى، ونحطه في صفاية كده او مصفى كبيرة جنبك ولا حاجة عشان ينزل ميته. شايفين لونه جميل ازاي؟ وهخلص انا بقى الكمية كلها كده مع نفسي. الرز خلاص برد، هنحط بقى عليه الخضار بتاعنا والريحة بقى تبتدي. اوعى تضيفوا الخضار للرز وهو سخن، هيتسلق وهيسود منك والريحة بتاعته هتروح. ونقلب بقى المكونات كلها بتاعتنا كده مع بعضيها. ولو وصلتوا لحد هنا يا جماعة اوعى تنسوا اللايك. شايفاك يلا ما عملتيش لايك ولا اشتراك في القناة لحد دلوقتي.
ويلا بينا بقى عشان نبتدي الحشو. شايفين يا جماعة؟ شايفين الورق انا بحوشه بمنتهى السلاسة ازاي من بعضيه، وده بفضل معلقة الزيت اللي انا حطاها في السلق. هنعمل ايه بقى عشان نحشيه بسرعة الصاروخ؟ الرخامة بتاعتك او ترابيزة او طبلية او اي حاجة، ورصي اكبر كمية منه. الحشو بقى هنجيب ورقة العنب وهنحط فيها الرز ونجيبه على الاخر كده ونتني من هنا وهنا، ده لو في حالة عايزة الصباع طويل. انا هنا بقفله من ناحيتين، بس انا كنت افتكر اللقطة الكاميرا جايبة اللقطة دي. شايفين؟ ده بقى لو عايزاه زي بتاع المطاعم، قصير شوية وتخين اهو، تقفلي من الجنبين وتلفي. ده طبعا للمبتدئات او لو شباب مغترب، طبعا انتوا كلكم محترفين في موضوع الحشو ده ويمكن احسن مني. شايفين؟ شايفين بقى الطريقة بتاع انت ترصي اكبر كمية من الورق وتحطي فيها الرز، هتخلصيه في ثواني، يعني حرفيا كده مش هتكملي مثلا نص ساعة وتكوني حشوة مثلا نص كيلو. انا ما بحبش المبالغة. اديني اهو بنلفيه بسرعة بسرعة، طريقة جميلة وبتنجز معاكي بسرعة وبتحطي كميات متساوية والصوابع كده بتبقى قد بعضيها. مش هتملي بقى المحشي يعني وانا بعمل كده برضو في الكرنب برضو. شايفين اللون جميل ازاي بسبب الخلطة اللي احنا عاملينها في السلق. هنجيب بقى نفس الحلة اللي انا عملت فيها الخلطة، وهتفرشي بقى الفرشة دي حسب ذوقك انتي، بس مادام انتي مش هتقلبيه في طبق كبير ولا حاجة تقدميه. فانا مثلا حاطه هنا الربع الاخير من الخضره بتاع المحشي وجزرايه كده قطعتها، بيبقى جميل بقى لو حطيتي مثلا حلقات طماطم وبصل وجزر. الرص ده بقى بتاعك انت يا جماعة، يعني انا تقريبا هما بيحطوا 4 صوابع بالطول و4 صوابع بالعرض، انا مش فيها قوي يعني. الشوربة بقى بتاعتنا، الشوربة بتكون بتغلي، ده اساسي. وهحط برضو معلقة زيت علشان خاطر تديني لمعة، ونص معلقة سمنة بلدي كده لو متاح يعني. وطبعا انت مظبطه ملحك وكل حاجه فيها. وانا حاطه هنا معلقه صلصه، لو تلاحظوا ان الشوربه حمرا فده من معلقه الصلصه اللي انا كنت حطاها من تسبيكه المحشي. وادي حله المحشي بتاعتنا بعد ما اتحشت. يعني كده بقى الفلفل اللي بتحط ده بيديها ريحه جميله، والليمون بس لو انت حباه مسس، مش حباه مسس يبقى استغني عن الخطوه دي. وهننزل بالشوربة بتاعتنا اللي بتغلي. كمية الشوربة يا جماعة عشان يطلع مظبوط معاكي تكون قبل سطر يعني من الحلة، وتمسكي الحلة تهزيها عشان الشوربة تنزل لأول صف. أيوة الهزة الجامدة دي. وغطي عليه بقى يستوي على نار عالية أول كام دقيقة لحد ما يغلي، وتهدي عليه خالص، يعني ممكن ياخد أقل من ساعة إلا ربع وبألف